السلام عليكم. سؤال كل الأمهات اليومين دول، هو التطعيم السحائي اللي في المدارس ده يا دكتور مهم؟ طب ابني لو ما خدوش في ضرر عليه؟ طب ممكن ابني يغيب في اليوم دوت؟ طيب يا دكتور لو ابني واخد مصل الانفلونزا مثلا امبارح ولا أول، ينفع ياخد المصل دوت؟ طب يا دكتور لو ما خدوش ايه اللي ممكن يحصل؟ طب ايه هو يا دكتور الالتهاب السحائي؟ ايه مضاعفاته؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. الالتهاب السحائي عموما هو التهاب في سحايا المخ والحبل الشوكي، ودوت التهاب خطير لو حصل، ومميت احيانا اذا ما تعالجش بدري او ما خدناش الوقايه منه. سببه غالبا عدوى فيروسيه او بكتيريه. البكتيريا اللي بتسبب الالتهاب السحائي عندنا متقسمه بكتيريا A B C W Y. دي 5 أنواع من البكتيريا اللي بتسبب الالتهاب السحائي. التطعيم اللي موجود في المدارس حاليا ده التطعيم اسمه ثنائي سحائي، بيشتغل على النوعين من البكتيريا اللي هم A و C، بنسميه ثنائي سحائي A and C. الهدف منه حماية الأطفال من النوعين دول من البكتيريا اللي بتسبب السحائي، ومنع الانتشار في المدارس بنسبة كبيرة. دوت بيدينا مناعة لمدة 2 من الإصابة بالالتهاب السحائي. علشان كده بيتاخد في السنين الأولى من كل مرحلة دراسية، بيتاخد في KG1، بيتاخد أولى ابتدائي، بيتاخد أولى إعدادي، بيتاخد أولى ثانوي. وده ما يمنعش إن الطفل يكون حامل للميكروب بدون أي أعراض. يعني إيه حامل للميكروب؟ يعني ممكن يكون عنده الميكروب اللي بيسبب الالتهاب السحائي دوت ولكنه معلش أعراض، ودوت بيخليه ناقل للمرض. لكن كونك واخد التطعيم فدوت يخليك محمي من المرض. السؤال الأكثر شيوعا، طب ابني يا دكتور واخد امبارح مصل الانفلونزا أو هياخد النهارده مصل الانفلونزا، ينفع لو عليه الدور في التطعيم في المدرسة ياخد المصل التطعيم السحائي ده، ياخده ولا ما ياخدوش؟ أيوه، ابنك ياخده عادي، مفيش أي تعارض منه مع أي مصل تاني. عندنا تطعيم رباعي السحائي، الأمهات المهتمة بصحة أولادها باستشارة الطبيب طبعا بتاعها بتروح تديله في المصل واللقاح. طيب لو انت واخد الرباعي السحائي يغني عن الثنائي السحائي دوت؟ ايوه يغني عن الثنائي السحائي. طب لو انا مديه ابني التطعيم الرباعي السحائي وخد في المدرسه الثنائي السحائي اجباري، هل يتعارض مع بعض؟ لا، ما يحصلش اي مشاكل والدنيا تمشي طبيعي جدا. طيب في تطعيم جديد اسمه بيكسيرو. تطعيم البيكسيرو دوت هو تطعيم سحائي الخاص ضد البكتيريا من النوع بي. المفروض ان السحائي بي او البيكسيرو بيكمل السحائي الرباعي، يعني الاثنين بيكملوا بعض. السحائي الرباعي مع البيكسيرو بي، يبقى احنا كده ادينا تطعيم ضد كل انواع البكتيريا اللي ممكن تعمل السحائي. يبقى ادينا ضد A وضد B وضد C وضد Y وضد W. بالمناسبة البكتيريا B اللي هو بيحمي ضدها البيكسيرو هي أكتر وأشرس نوع من أنواع الالتهاب السحائي، أشرس وأكتر نوع ممكن يعمل التهاب سحائي اللي هو النوع B. فبيكسيرو ده مطلوب جدا يا جماعة. هل في تعارض ما بين إن أنا آخد بيكسيرو أو الرباعي أو الثنائي اللي في المدرسة؟ لا، مفيش أي تعارض، ومفيش أي تعارض ما بين الثنائي اللي في المدرسة وما بين أي نوع مصل تاني واخد انفلونزا، واخد تيتانوس، واخد أي نوع مصل في الفترة اللي فاتت ديت، ما يمنعش من إن أنت تاخده. موانع استخدام المصل 3 حالات بس هم اللي ممكن الطفل ما ياخدش المصل فيهم. لو حصل انه لما خده قبل كده، الطفل بياخده في KG1، اولى اعدادي، اولى ابتدائي، اولى ثانوي. لو الطفل جه ياخده مثلا في اولى اعدادي، كان لما خده في اولى ابتدائي قبل كده كان عمل له حساسيه. يعني لو انت عندك تحسس من ماده المصل ذات نفسها دوت ما تاخدش مصل تاني. تاني حاجه، لو انت عندك التهاب بكتيري حالي وارتفاع شديد في درجه الحراره، يعني عندك مثلا التهاب في اللوز، التهاب رئوي عامل لك سخونيه جامده،
بالتهاب بكتيري دوت يتأجل التطعيم لحد ما تخف من العدوى البكتيرية اللي عندك ديت، وبعدين تاخد المصل. ثالث حاجة، لو انت بتاخد كورتيزونات او مثبطات مناعة، اي ادوية بتضعف المناعة او اي ادوية وفيها كورتيزون، بنمنع تماما اخذ المصل في الفترة ديت، او بنمنع الادوية لمدة معينة. كورتيزونات او مثبطات مناعة دي من ضمن الحاجات اللي بتمنع التطعيم وبتتعارض مع مفعول التطعيم. الاعراض الجانبية التطعيم السحائي، بصراحة الاعراض زي اي تطعيم، بيحصل مكان الحقن احمرار، تورم خفيف، سخونية خفيفة مكان الحقن، بيحصل سخونية في الجسم عموما، أريافة، تكسير في الجسم، بتختفي في خلال يوم أو 2، وبيتم التغلب عليها بالمسكنات وخوافض الحرارة والأدوية بتاعة الأعراض. يومين بالظبط والأعراض بتختفي تماما. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.